السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الكفتة في 5 دقايق بس. هتعمليها كده في الفرن كأنك شويها على الفحم بالظبط، هتديكي نفس الطعم ونفس الريحة. طريقتها سهلة وبسيطة جدا وهتحضريها في 5 دقايق بس. هنا عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، طبعا لازم يكون في على الأقل 10% من الدهن. وعندي بصلتين كبار مفرومين، طبعا خليتهم كده حوالي دقيقة بالظبط في مصفى يتصفوا عشان ما تكونش معايا طرية. وهنا البهارات بتاعتي فلفل اسمر وكمون ونص معلقة صغيرة بصل بودر، اي بهارات حابة تحطيها حطيها. وعندي هنا معلقة كبيرة من ورق البقدونس. هقلب المكونات بتاعتي دي كلها مع بعض، ونسيت اقول لكم انا حطيت ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر على طرف المعلقه كده. بيكنج باودر، البيكنج باودر بيخليها نافشه وبيخليها حلوه، يعني مش بيخليها كاتمه من جوه. هفضل اعجن فيها كده شويه علشان ما اطولش عليكم الفيديو، هعجنها وارجع لكم على طول. لازم افضل اعجن فيها لحد ما تفتل معايا واحس ان هي كلها اندمجت مع بعضيها. زي ما انتم شايفين كده شكلها بعد ما خلصنا فيها عجن. لحد ما تندمج معايا كده زي ما انتم شايفين، وهصبحها على ظهر معلقه. ممكن تسيبيها كور زي ما انت حابه. التشكيل ده يرجع لك انت. وانت بقى بتتفرجي كده عليا في الحته دي، ما تنسيش الاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ويا ريت الكومنت الحلو. شجعوني كده علشان اكمل معاكم في القناه، علشان عندي المشاهدات قلت خالص والقناه بتاعتي يعني في النازل، فانا حابه افضل معاكم. يا ريت تشجعوني كده علشان القناه بتاعتي تطلع وتوصل ان شاء الله وتكبر بيكم. زي ما انتم شايفين كده هصبحها على ظهر معلقه. اسهل طريقه لعمايل الكفته، وكمان ما بتاخدش معاكي وقت خالص. هنا عندي ميه البصل اللي انا طلعتها لما صفيت البصل، وحطيت عليها معلقه من الزيت ونص معلقه صغيره ملح. هنا هكمل الكميه كلها وارجع لكم على طول علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا خلاص شكلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهدخلها الفرن على درجه حراره عاليه، يعني حوالي 200 كده من فوق ومن تحت. ما خدتش معايا ربع ساعه بالظبط. وبعد ما طلعتها من الفرن حته فحمايه صغيره كده وحطيت عليها شويه زيت وغطيت كده، خدت ريحه الفحم. بصراحه كانت ريحتها تحفه. وشويه بقدونس صغيرين كده زينيها زي ما تحبي. وبالف هنا وشفا. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ويا ريت الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.